عايزة تعملي حاجة حلوة في اللانش بوكس تديها لأولادك معاكي في المدرسة، عايزة تعملي حاجة حلوة كده تبقى على الفطار كده جميلة وبسيطة، تعالي نعملوها مع بعض. معانا هنا أول حاجة كوبايتين من اللبن الرايب، ممكن لو مش عندك لبن رايب ممكن تستخدمي يعني لبن عادي، أو ممكن تحطي عليه معلقة خل وتروبيه اللي انت عايزاه. عليهم كده ربع كده كوباية من الزبدة كده تكون سايحة، وعليهم بيضة، وهتقلبوهم مع بعض كويس جدا جدا، وتحطي عليهم الفانيليا، وتفضلي تدمجيهم مع بعض كويس خالص خالص لحد ما الخليط يبقى سايل معاكي كده خالص. اهم حاجه يبقى ايه اللبن بتاعك يكون دافي حاجه بسيطه، والبيضه بدرجه حراره المطبخ. هتنزلي عليهم بكوبايتين من الدقيق، تنزلي عليهم تدريجيا كده وتنخليهم، وتحطي عليهم معلقتين من البيكنج باودر، ودي الكوباية التانية من الدقيق هتنخليها برضو، وتقلبي بقى كل الخليط في بعضه كده. احنا عايزين الخليط بتاعنا يكون نفس قوام الكيكة. اللي لقيتيه تقيل معاكي هتزودي شوية لبن، لو لقيتيه خفيف معاكي هتزودي دقيق، لان طبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. اهم حاجة متنسيش رشة الملح اللي هتحطيها. انا طلع النوع الدقيق بتاعي ده شرب السوائل، فهزود شوية لبن لحد كده ما الخليط بتاعي يبقى نفس قوام الكيكة نفس قوام الكيكة، كأنك بتعملي كيكة، أو نفس القوام بتاعك اهو. لقيتيه تقيل هتزودي لبن، خفيف هتزودي شوية دقيق. حاولي تظبطي القوام بتاعك لحد ما يبقى معاكي مظبوط خالص. هتسيبيه يرتاح ربع ساعة، وتيجي تاني بقى بعد ربع ساعة تبدأي بقى تحطيه في أي حاجة بقى يعني تكون ليها بوز. آآ مثلًا ممكن تحطيها في علبة الصوصات لو أنتِ عايزة تعملي الpancake صغير شوية والّا حاجة. شوفي أي حاجة يكون ليها بوز، كنكة مثلًا ليها بوز كده تحطي منها. شوفي أي حاجة تكون ليها بوز تعرفي تحطي منها في قلب طاسة سخنة. هتنزلي كده بقى تحاولي تتحكمي كده، أول مرة ممكن تطلعش معاكِ مضبوطة، على ما تحاولي إيدِك تتحكم في الحجم بتاع الpancake. تنزلي فيه أول بس ما يبدأ يطلع معاكِ فقاقيع كده، تقومي قلباه على الناحية التانية، وبكده يكون استوى معاكِ. أول ما ياخد معاكِ لون هتطلعيه على طول، وتقدري تقدميه بالعسل أو بالشوكولاتة أو بصوص الكراميل المتاح عندِك، حابة تقدميه بيه تقدميه بيها وبألف هنا.